بيكون حاضر ويعود للواجهة العالمية بتضافر جهود اللاعبين وكذلك بوجود مدرب محنك اسمه إيرفي رونار وأيضا بالدعم الجماهيري الكبير في المدرجات. إن شاء الله كل التوفيق للمنتخب المغربي. واليوم مباراة ودية نتمنى أن نستخلص منها الدروس، وإن كان المنتخب المغربي طبعا اليوم يلعب بشاكلة مغايرة وبأسلوب مغاير، بينما كرة وفرصة جول ياباني كارسيلا، نعم، يستغل افواه دفاعيه ويتمكن من افتتاح باب التهديف للمنتخب المغربي بعد صعود جميل من حمزه منديل في الجهه اليسرى. يرفع الكره واللمسه الاخيره من متوسط ميدان غرناطه الاسباني مهدي كارسيلا، نعم، يمنح الافضليه للمنتخب الوطني امام ارتياح كبير لإيرفي رونار وباتريس بومير ومصطفى حاجي. هذا هو المهدي كارسيلا، يناقش هذه الهجمه بشكل جيد ولم يتفاعل بالشكل المطلوب مع كره اللاعب اسماعيل الحداد. تمشي مره اخرى هنا العمليه لفؤاد شفيق، الكره تمرر للجهه اليمنى، مهدي كارسيلا يرفع مهدي والثاني ممكن، الثاني ممكن يا اسماعيل الحداد، والحكم يقول ركله جزاء لفائده المنتخب الوطني بعد التدخل في حق اللاعب يوسف الناصري. والانذار يا إدغار، الانذار يا إدغار بعد التدخل الماضي في حق اللاعب يوسف الناصري بعد ان تغاضيت عن ركله جزاء يا حسن عبد الله حسن في الشوط الاول. هنا تنصف المغاربه، هنا تنصف المغاربه وتمنحهم ركله جزاء. سنشاهد الاعاده. نعم، ديفيد إدغار هو الذي ارتكب الخطا. الاحظوا بان ديفيد إدغار يحاول ان يفهم الحكم بانه التدخل كان سليم في اللقطه الماضيه. عموما هذه اللقطه للالتحام بين إدغار وكذلك يوسف الناصري. نعم، استعمال المرفق كان واضح، استعمال المرفق الايمن نعم كان واضح، وبالتالي ركله جزاء في محلها لفائدة المنتخب الوطني وحكيم زياش. هكذا تعودنا في مشاركات حكيم زياش مع المنتخب الوطني، هو المتخصص في تنفيذ ركلات الجزاء. عموما فعل امام الكونغو وحكيم زياش امام حارس المرمى بورجان. لدينا فرصة اضافة الهدف الثاني من ركلة جزاء. حكيم زياش متوسط ميدان اياكس امستردام يسعد، يتقدم زياش، الهدف الثاني للمنتخب المغربي عن طريق لاعب حكيم زياش متوسط ميدان اياكس امستردام بطريقه جميله جدا. يمنح الثاني طريقه تنفيذ ركله جزاء فيها فكر، فيها حس كروي، فيها حس تهديفي، وشفنا فعلا الحارس في جهه والكره في الجهه المقابله. سنتابع اللقطه مره اخرى. فعلا بروده دم وبروده اعصاب وتركيز عالي جدا هنا على طريقه بانينكا. بالفعل هذا ما يميز نعم حكيم زياش في طريقه تنفيذ ركلات الجزاء على طريقه بانينكا، يعني نسبيا هكذا يمكن ان نقول طريقه تنفيذ ركلات الجزاء من طرف اللاعب حكيم زياش. هدفان مقابل لا شيء، اذا تتغير النتيجه والافضليه دائما مغربيه. مهم جدا ان نفوز في هذه المباراه. صحيح مباراه وديه، لكن في كل مرة نحقق فيها الفوز. ثابت للمنتخب الوطني اللي يلعب المباريات الرسمية والمهمة، بينما كرة وانطلاقة من الجهة اليسرى عرضية لكن أقرب إليها المدافع، خطيرة، ركلة جزاء. نعم ركلة جزاء واضحة بعد إسقاط بوادوس، وبالتالي لدينا فرصة لإضافة الهدف الثالث عن طريق اللاعب حكيم زياش. يمشي بسرعة لنقطة الجزاء. فعلا سنشاهد الإعادة والتدخل الذي يستحق الإنذار من الحكم حسن عبد الله. حسن فعلا كان قريب جدا من العملية، شاف التدخل الواضح في حق المهاجم بوالدوز. لاحظوا الانطلاقات من الجهة اليسرى والتحرك والصمود بهذه الطريقة. وقعوا في المحظور وركلة جزاء صحيحة 100% بعد الخطأ من المدافع جيمس الذي يتلقى الإنذار في هذه الأثناء. إذن حكيم زياش يسعد لتنفيذ ركلة جزاء. زياش يتقدم، والهدف الثالث. نعم، هدف ثالث لحكيم زياش وثاني شخصيا له في هذه المباراة. حكيم زياش بالفعل بالتخصص يمنح المنتخب الوطني الهدف الثالث مشاهدينا
الكرام على بعد 9 دقائق من نهاية المواجهة. حكيم زياش أمامنا على الصورة، 23 سنة، اللاعب الحالي لنادي أياكس أمستردام، كان واحد من الهدافين المميزين لنادي تفينتي، خاصة في موسم 2015-2016 عندما سجل 17 هدفا، لكنه انتقل بعد ذلك لأياكس أمستردام، وبالمناسبة سجل هدفا حتى الآن رفقة نادي أياكس. الرابع، نعم يا العلاوي، ما أجمل هذا الهدف يا العلاوي. نعم يناقش هذه الكرة بشكل ممتاز، وبعد ذلك بالفعل التسديدة هنا تغالط الدفاع وحارس المرمى توماس، وتفاعل جميل من الأنصار بهذا الهدف الرابع للمنتخب الوطني. سنشاهد الإعادة. عليوي أول أهدافه مع المنتخب الوطني. يا سلام، هنا عملية ثنائية. التقدم من فيصل فجر، يرفعها بشكل جميل على الطاير يا علوي، على الطاير يا علوي، سددها كما جات، اضربها كما جات، ويقول لي توماس هذا هدفنا.